طبعا شهر مشترك واسفين جدا شعب مصر اللي بيحصل ده، انما فعلا اللي بيحصل بقى شيء يفوق الخيال. ان الناس قاعده امنه في مكانها هنا فجاه الناس بلا سبب وبلا وعي، وكلهم زي ما شايفين الناس مع كل اكبر واحد فيهم معاه عصايه، التانيين جايين قلع الشباشب وجريوا ومعاهم رشاشات ومعاهم آلي، وفجاه دخلوا على ده دم زمايلنا وبداوا يضربوا. ده دم زمايلنا. انا كنت في البيت شفت المنظر على التلفزيون، انا نزلت جري لان انا الناس ديت انا عايش معاهم من زمن طويل من ايام الثوره الاولانيه، فما قدرتش اشوف ان هم يتعمل فيهم كده. الحمد لله عايز اقول لك يعني هم شوف كانوا قد ايه، وهم كل اللي كانوا موجودين هنا في الميدان ما يزيدوش عن 50 60 راجل، جروهم لغايه ما ودوهم قلعوا الشباشب الشارع الثاني وقلعوا الشباشب ورموا الموتوسيكلات بتاعتهم. هات الشباشب. ده واحد منهم اتصاب اصابه وشالوا لان احنا مش زيهم، مش هنقطع واحد ولا هنعور واحد ولا هنموت واحد. احنا في واحد مرمي هناك على الارض كان بيموت، العيال الاولاد شالوه وقعدوا يسقوه ميه ودخلوه السفاره عشان خايفين عليه من الرجيم ما يتدس عليه. الباقيين كانوا بيضربوا علينا خرطوش حي واحنا بنشيل الناس بتوعهم فاهمين اهو الرصاصه حي اسرائيل، وادي الرصاص الحي اهو بيتضرب علينا كل ده واحنا بنشيل المصابين بتوعهم. في الاخر اضطرينا بنجري وراهم بطوب، طلعوا يجروا عشان ما عندهمش لا عقيده ولا مبدا. دول ناس ماشيين ورا راجل بيقول لهم تعالوا يمين تعالوا شمال، ما عندوش مبدا ولا دين. ده لو راجل يعرف ان في دين وفي قران ما كانش يعمل اللي هو عامله في رابعه العدويه دوت، ولا كان يفكر في السلطه على حساب الشعب المصري. ما يعرفش ان الشعب المصري عمره ما هينادي على فصيل. احنا ملك مصر ومصر ملكنا، ملك الشعب المصري. نقول له ان احنا عايزينك. المركب ما بتمشيش من غير قبطان، فهو ده القبطان واحنا معاه.